عمرك سمعت صوت ضحكة طفلة وخفت؟ طب شفت طفل واترعبت؟ ده بالظبط اللي حصل لتوني وديبرا. اطفي النور والبس السماعة، تعال احكي لك حاجة. في ليلة شتوية في سنة 1993 توني بيكمان كان نايم في بيته الجديد في ولاية كانساس، وفجأة صحي توني على وجع شديد جدا في ظهره وفي صدره. جري على الحمام وقلع هدومه علشان يبص في المراية. بص في المراية على ظهره ولقى ان ظهره بيتحفر عليه رسومات. ظهره بيتحفر عليه الرسومات في نفس الوقت الدم عمال يطرطش في كل حتة من ظهره وفي الحمام لحد ما الحمام غرق، وبعدها كل حاجة سكتت وسمع صوت ضحكة طفلة. الحكاية كلها بدأت لما توني وديبرا قرروا ان هما يسكنوا في بيت جديد، البيت رقم 508. البيت سعره ومساحته كانوا مناسبين ليهم جدا، خصوصا ان هما كانوا عاملين حساب ابنهم الرضيع ان هو لما يكبر يلعب في البيت ده. وفي اوائل الايام كانوا بيلاحظوا ان العاب طفلهم الرضيع بتتحرك لوحدها، ده غير الانوار اللي كانت بتفتح وتطفي لوحدها، وكمان كانوا بيسمعوا خطوات في الطرقة. غير كده كانوا بيسمعوا صوت ضحك طفل في البيت. وفي يوم من الايام ديبرا حلمت حلم انها شافت طفلة اسمها سالي، وسالي قالت لها ان هي عايشة معاهم في البيت. ديبرا فسرت كل الحاجات اللي كانت بتحصل من ان النور بيطفي او الالعاب بتتحرك من مكانها انها سالي، وصعبت عليها سالي وقالت ان هي هتهتم بيها وتسيبها تعيش وسطهم عادي. ولكن توني ما كانش مقتنع باي حاجه من الكلام ده، لانه كان بيشوف حاجات تانية بتحصل من سالي. توني كان بيبقى واقف في المطبخ ويحس ان في حد زقه زقه جامده جدا كفيله انها تكسر حاجه فيه، ولكن كان بينجو منها باعجوبه كل مره. ومره كان ماشي بالطفل في البيت وحس ان حد بيشده من رجله علشان يوقعه، ده غير الحروق كان دايما بيلاقي حروق في جسمه كأن حد مطفي سجاير في جسمه، وكمان كان بيلاقي علامات زرقاء على رقبته كأن حد بيحاول يخنقه. توني كان بيموت وبيتعذب كل يوم، وديبرا كانت مش فاهمه ازاي طفله بريئه زي سالي تعمل كده. والقصه اتشهرت جدا، وفريق برنامج تلفزيوني قرر ان هو يعمل حلقه في البيت ده، لانهم كانوا مؤمنين ان توني هو اللي بيعمل الكلام ده علشان يتشهر. ولكن في الحلقه وهم قاعدين بيصوروه وبيتكلموا معاه فجاه وشه ازرق وكأن حد بيخنقه وبيحاول يقتله. وكمان المصور عمل زوم على صدر توني ولقوا ان التيشيرت بتاعه اتقطع فجاه، وكمان ابتدى يترسم على صدره لايف قدامهم. الجلد كان بيتفتح والدم كان بيطرطش في كل حته في المكان. وهنا قرروا ان هم يجيبوا وسيطه روحانيه علشان تتواصل مع الروح اللي موجوده في البيت وتفهمهم ايه اللي بيحصل، لان طبعا ديبرا كل ده مصدقه ان سالي طفله مظلومه. وبالفعل الوسيطه الروحانيه اتواصلت مع سالي او الروح اللي موجوده في البيت علشان خاطر تفهم منها ايه اللي بيحصل، وقالت لهم قصه غريبه جدا. قالت لهم ان البيت ده كان بتاع دكتور، والدكتور ده في يوم من الايام حد خبط على بيته الساعه 2 بالليل. فتح الباب لقى ام ماسكه طفله عندها حوالي 6 سنين. قالت له البنت بتعيط بهستيريا وماسكه بطنها وجعاها جدا. بعد الكشف بتاع الدكتور اتضح ان هي عندها الزايده، والزايده كانت على وشك انها تنفجر وكانت محتاجه تعمل عمليه حالا. الدكتور شاف ان هي حاله مستعجله جدا فقال ان هو يعمل لها العمليه دلوقتي. اداها البنج، وقبل ما البنج يشتغل الدكتور فتح بطنها. البنت طبعا كانت عماله تصوت وتصرخ لان هو يعتبر بيعذبها، والدكتور فاكر ان هو بينقذها. من كتر الصويت وفقدان الدم البنت ماتت من الالم. فالوسيطه الروحانيه قالت لهم ان القصه اللي هي حكيتها دي قصه سالي، وان سالي قاعده في البيت هنا علشان خاطر ماتت هنا. ولكن زي ما قلت لكم ان القصه كانت مشهوره، فاي كلمه بتحصل فيها كانت بتطلع للاعلام. ولما القصه الاخيره دي طلعت للاعلام في باحثين ما ورائيات بصوا على كل حاجه اتقالت في القصه دي، وهنا قالوا كلام قلب القضية خالص. قالوا ان مفيش طفلة في المنطقة دي ماتت اسمها سالي، ومفيش اصلا دكتور كان عايش في البيت ده. علشان يكتشف توني وديبرا ان هما كان بيضحك عليهم من الشيطان نفسه، وكان عامل نفسه طفلة صغيرة وكان واهمهم ان في طفلة اسمها سالي وكان بيحاول ان هو يموتهم. وفي سنة 1994 قرروا ان هم يهربوا من البيت ويمشوا خالص. وبعد شهور توني قال ان هو كان بيصحى كل يوم متخربش على جسمه نفس الخربشة ونفس الرسومات لحد فترة كبيرة جدا. ولحد النهاردة البيت ده محدش عارف يقرب منه، وكمان ناس كتير حاولت انها تسكن فيه ومعرفوش، لكن البيت مفتوح للزيارات وفي ناس كتير جدا بتروح تزوره. ولكن الغريب في الموضوع ان كل الرجالة اللي دخلوا البيت ده خرجوا جسمهم تقريبا متشوه زيهم زي توني. وهنا الباحثين قالوا ان هو ما بيحبش اي وجود ذكوري في البيت. يلا مع السلامة.